أخبار بطولة. حسب الصحفي المصري أمير هشام، حاول الأهلي المصري الحصول على خدمات لاعب الرجاء بالعامري مقابل صفقة تبادلية بأشرف داري. المقترح رفضه مدافع الأهلي. كذلك الأهلي على استعداد لدفع مقابل مادي. حسب صحيفة أفريكا فوت، يصل إلى 500 ألف يورو للحصول على خدمات بالعامري في يناير. من المتوقع أن يسمح الوداد بمغادرة لاعبه الرايحي الذي يحظى باهتمام أحد الفرق القطرية في حال الحصول على عرض مالي مغري. ويتواجد وكيل لاعب بقطر للمفاوضات. يعود الوداد إلى أجواء التدريب ابتداء من يوم الخميس 11 دجنبر بعد الاستفادة من 11 يوم راحة. يستعد المغرب الفاسي لافتتاح 3 متاجر لتوسيع حضوره التجاري. المتجر الأول داخل مطار فاس والثاني بالمدينة، بينما يتم دراسة المتجر الثالث لإنجازه خارج المغرب. يواجه حسنية أكادير أزمة بين المدرب أمير عبدو الذي يسعى لتغيير كبير في تشكيلة الفريق، ووضع المدرب لائحة مغادرين ولائحة تعاقدات، الطلب الذي رفضه المكتب المديري، ويرى أن تعزيزات ب3 صفقات أو 4 كافية دون التخلي عن اللاعبين. يواجه المنتخب المغربي منتخب سوريا يوم الخميس 11 دجنبر في ربع نهائي كأس العرب على الساعة 3:30.